ازيكم يا اصحابي؟ قبل ما نبدا ما تنسوش تصلوا على النبي وتشتركوا في القناه عشان توصلكم كل الحكايات اللي جايه. بتبدا حكايه النهارده ببنت بيكون شكلها مش الطف حاجه، وبيكون اسمها ايما، وبيبقى واضح اهمالها في نفسها جدا، وبيصحيها والدها من النوم كالعاده، وبتروح ايما بسرعه تغسل وشها لان بيكون عندها ميعاد مهم جدا، وبيبقى واضح ان نظرها ضعيف وما بتعرفش تمشي من غير النضاره بتاعتها. ولما بتروح تركب اتوبيس بتلاقيه زحمه جدا لدرجه ان الناس بتطردها بره، وبتكون جزمتها اتخلعت في الاتوبيس، فبتجري وراهم زي الهبله كده لحد ما بتاخدها تاني، وبعدها بتضطر تروح مشوارها بتاكسي عادي. واثناء ما هي في طريقها كده بتسمع صوت مذيع في راديو، وبيبان انها معجبه بيه جدا وبصوته، وبيكون المذيع ده فتى احلامها، ولكن دي طبعا من سابع المستحيلات انها تقابله. وفي الوقت ده بيبان ان في بنت غنيه بتروح على مدرسه، وبيبان ان الكل بيبقى معجب بيها لانها غنيه وجميله. وفي نفس ذات الوقت بتوصل ايما وبتخبط في البنت الغنيه لانها ما بتكونش شايفه كويس، وبتفضل تعتذر لها، ولكن البنت الغنيه ما بتتقبلش اعتذارها، وبتستغرب ايما من تصرفات البنت الغنيه معاها، ولكن ما بتهتمش بيها وبتسيبها وبتمشي، لان ساعتها كان في موضوع شغلها اكتر، وهو انها عايزه تدخل الحمام. وبالفعل بتروح، ولكن بتدخل حمام الرجاله بالغلط، وده لانها ما شافتش كويس اليافطه. ولما بتخرج وبتلاقي ولد قدامها بتفكر انه دخل حمام البنات، وبتقول عليه انه منحرف، وبتسيبه وبتمشي. وطبعا الولد هنا هو اللي كان شايفها منحرفه، وبتروح مكتب المدرس وبتخبط في البنت الغنيه لتاني مره، ولكن ما بتردش عليها، وبيدخلوا الاتنين المكتب. واول ما المدرس بيشوف البنت الغنيه بينبهر من جمالها، وبيتمنى انها تطلع البنت الجديده اللي هتدخل القسم بتاعه، ولكن ما بتطلعش هي، وبتكون جايه تسال على زميلها جون. فبيرد عليها المدرس وبيعرفها انه في قسم الابحاث، فبتسيبه البنت الغنيه وبتمشي، وبتطلع اما هي البنت الجديده للقسم بتاعه اللي هو قسم الحفريات. وبيبقى واضح على المدرس انه هو فاقد الشغف ومش طايق ايما ولا طايق شكلها، ولكن بياخد باله من ايما لما بتمسك تماثيل صغيره على شكل ديناصورات، وبتبقى عارفه اسمائهم كلهم وكمان صفاتهم، وبتطلع عندها معلومات كتيره جدا. فبيديها المدرس استماره وبيقول لها تمضيها من رئيس القسم، فبتفضل ايما تلف في الفصول لحد ما بتعرف ان المدرس هو نفسه رئيس القسم، وبيمضلها عليها، وبعدها بيديلها ورقه تانية وبيطلب منها تجيب امضة المستشار. فبتروح ايما وتلف على الفصول برضو، وفي الاخر بيطلع هو نفسه المستشار. انا لو كنت مكانك كنت اديته قلمين على وشه والله. بس يلا بقى، بطلتنا غلبانه. وبيعرفها المدرس بنفسه وبيقول لها ان اسمه وانغ، وبيبقى رئيس القسم الحفريات والمستشار ومدرس المدرسه ومسؤول عن المدرسه واي حاجه ليها علاقه بام المدرسه دي. وكمان بيعرفها انها هتكون البنت الوحيده في القسم بتاعه، وهيكون باقي زمايلها ولاد. وبعدها بياخدها عشان يوريها قسم الابحاث، وبيكون هناك البنت الغنيه لانها بتكون بتدور على جون هناك، ولكنه بيستخبى منها وبيظهر ان هو عارفها، واكيد بيبقى وراهم حكايه. وبتدخل ايما بعدها وبيعرفها المدرس على جون انه زميلها الكبير هنا في القسم، وبيكون هو نفسه اللي شافته في الحمام وقالت عليه منحرف. المهم ان ايما بتنبهر جدا من اشكال الحفريات والتماثيل، وبتفضل تتفرج عليهم بالعدسه بتاعتها، ولكن بالغلط بتوقع حفريه منهم على الارض وبتتكسر. فبيحاول المدرس انه ما يعملش جريمه قتل في يومه، وبيطلب من جون يروح يوديها على السكن بتاعها والا هيقتلها. وهما ماشيين البنات بتفضل بص على جون لانه وسيم ومش معبرهم خالص، وبتفكر بطلتنا انهم بيبصوا عليها هي علشان شكلها امور وكده يعني، ولكن ما بتفرحش كتير لانها بتندمج زياده عن اللزوم، وبتدخل في الشجره اللي قدامها. ولما بيوصلوا للسكن بتدخل ايما من غير ما تخبط، وبتبقى البنت الغنيه معاها في نفس السكن. وساعتها بتشوف جون وبتروح تقعد معاه في مطعم، فبتقول ان مامته طلبت منها انها تتعرف عليه، ولكنه بيسيبها في كل مره. فبيرد عليها جون وبيعرفها ان هو ما بيفكرش غير في دراسته بس، والله كان على ايامنا ان الولد هو اللي بيروح يجري ورا البنت مش البنت اللي بتجري ورا الولد. بس يلا بنات اخر الزمن. وفي نفس الوقت بيكون مجموعه من الطلبه كده المتنمرين واقفين مع بعض بيتنمروا على الناس في الراحه والجايه، واول ما بيشوفوا ايما وهي جايه بيتنمروا عليها وبيوقعوها على الارض. واول ما جون بيشوف الموقف ده بيقوم بالسرعه علشان يساعدها، ولكن البنت الغنيه بتمثل انها طيبه قدامه، وبتقوم هي وبتساعد ايما وبتعرفها بنفسها، وبتعرفها ان جون ده يبقى حبيبها. وساعتها جون بيتضايق منها جدا وبيسيبها وبيمشي. وبعدها ايما بتكون عايزه تتخانق مع البنت اللي كعبلتها، ولكنها بتهرب منها، وبتيجي واحده
واحدة من الموجودين وبتتعرف على إما وبتعزمها على حفلة تنكرية بالليل. فبترجع إما للبيت وبتفضل تقلب الدولاب على هدوم مناسبة للحفلة، وبالليل بتروح الحفلة وهي لابسة اللبس الديناصور. ولكن بتكتشف ان البنت زميلتها دي ضحكت عليها، وان الحفلة حفلة ترحيب بالطلاب الجداد والناس لابسة اشيك هدوم عندهم، والبنت خدعتها. والكل ساعتها بيبص لإما وبيضحك عليها وبيطلعوها على المسرح وبيفضلوا يتنمروا عليها. وساعتها جون طبعا كالعادة بيتضايق جدا وبيبقى واضح ان هو ضد التنمر وبيبقى عايز يتدخل وينقذ الموقف. ولكن بيظهر والد إما وبيكون لابس زي تنكري هو كمان علشان يرقص معاها. فبتتحرج إما اكتر وبتسيب الحفلة وبتخرج منها بسرعة. فبيحاول ساعتها والدها ان هو يفهمها انه عمل كده علشان ينقذها من الموقف المحرج اللي هي كانت فيه. ولكن إما ما بتردش عليه، وفي الاخر بتعرفه ان هو احرجها اكتر قدام الناس وبتسيبه وبتمشي وبتروح وبتقعد لوحدها لحد ما بتسمع صوت المذيع المفضل وبتبدأ تتخيله وهو قاعد جنبها. ومش بس كده، وبتقوم وبترقص معاه كمان لحد ما بتفوق من احلام العصر اللي هي فيها. وبتلاقي نفسها بتحلم عادي جدا وبتصحى وبتلاقي نفسها في الفصل والاستاذ هو اللي قدامها، ولما بيسألها سؤال ما بتعرفش تجاوب. فبيقوم جون وبيجاوب مكانها وبتنبهر إما من ذكائه. وبعدها المدير بيجمع رؤساء الأقسام وبيقول لهم إن في مسابقة ملكة جمال المدرسة، وطبعا كل مدرس بيرشح بنت من عنده. وبيفضلوا المدرسين يتريقوا على المدرس يانغ لأن القسم بتاعه كله ولاد ومفوش غير بنت واحدة وكمان مش جميلة. وبيبدأوا يعصبوا فيه لحد ما بيتعصب عليهم وبيعرفهم إن هو هيدخل المسابقة وكمان هيكسب فيها. وفي الوقت ده إما بتكون ماشية في المدرسة وبتلاقي إعلان المسابقة وكمان بتلاقي عليها صورة المذيع اللي هي بتحبه، وبتروح تبوس الصورة بكل عفوية لحد ما بيجي طالب وبيتنمر عليها وبيقول لها إنها ما تحلمش إنها تدخل المسابقة لأن المسابقة دي للبنات اللي شكلها حلو، يعني ملهاش علاقة بالموضوع. فبتعرفوا إما إنها مش مهتمية أصلا بالمسابقة وبتاخد صورة المذيع وبتمشي من المكان وبتروح على الفصل بتاعها وبتنام على صورة المذيع. وبيشوفها الأستاذ وانغ وبيطلب منها انها تشارك في مسابقة ملكة الجمال وبيقول لها انها الامل الوحيد ليهم علشان تنقذ القسم بتاعه. ولكن إما بترفض. فبيعرفها المدرس انها لو كسبت في المسابقة دي هيوفر لها رحلة جميلة قوي مع المذيع اللي هي بتحبه لمدة شهر بحاله. فبتتحمس إما من كلامه جدا وبتقرر ساعتها انها تقدم في المسابقة. وبعدها على طول البنت الغنية بتروح تقدم في المسابقة، وطبعا الكل بينبهر من جمالها وكل الطلاب بيقولوا انها اكيد هي اللي هتكسب من غير كلام. ولكن بيتفاجئوا بوجود إما وهي رايحة علشان تقدم هي كمان في المسابقة. وطبعا الكل بيتريق عليها وبيفضلوا يقولوا لها انها ملكة جمال عصر الديناصورات لا غير. ولكن إما بتصمم انها تقدم في المسابقة. وبعدها الجو بيتحول وبيفضل يمطر جامد جدا وكل الطلاب بتقف طابور بالشمسيات علشان خاطر البنت الغنية تختار واحد منهم يوصلها. وطبعا محدش بيعبر بطلتنا لحد ما بيظهر جون وبتفرح البنت الغنية لما بتشوفه لانها يا عيني مفكرة ان هو جاي مخصوص ليها. ولكن بتتصدم لما بتلاقيه بيروح لإما وبيعرض عليها يوصلها. ولكن إما بتسيبه وبتجري لوحدها تحت المطر وبيعجب جدا بتصرفاتها. فساعتها بيسيب الشمسية للبنت الغنية وبيروح ورا إما وبيحميها من المطر بالجاكيت بتاعه لحد ما بيوصلوا للبيت بتاعها. فبتشكره على تصرفه معاها وبتودعه وبتدخل على بيتها. واول ما بتدخل بتعرف والدها انها قدمت في مسابقة ملكة الجمال المدرسة وبتقوله انها لازم تكسب في المسابقة دي ضروري جدا. فبيبدأ والدها يعلمها ازاي تغني وازاي ترقص وتقدم نفسها للناس. وبعدها بتيجي المرحلة الاولى من المسابقة وبتيجي كل بنت من المقدمين في المسابقة بيبدأوا يغنوا ويرقصوا والحكام بيختاروا مين هيكمل ومين هيطلع بره. وبيجي الدور على البنت الغنية اللي بتعزف على البيانو والكل بينبهر من عزفها الجميل وبيفضلوا يسقفوا ليها. وبيبدأوا لجنة التحكيم يدولها أعلى درجة في البنات لحد ما بيجي الدور على بطلتنا اللي ما بيكونش عندها ميزة غير التفاهة. وطبعا احنا عارفين اي حد تافه بيوصل للقمة وبتفضل تضحك كل الموجودين لدرجة ان في حد بيوافق عليها انها تتأهل للمرحلة التانية بسبب خفة دمها. وبتنجح فعلا في اول اختبار وبتتأهل للمرحلة التانية بعجوبة. وبيجي تاني يوم لإما في المدرسة وبتلاقي كل الطلاب بيتنمروا عليها بيقولوا لها انها مستحيل تكسب في المسابقة
المسابقة دي، ولكن كالعادة إيما ما بتهتمش بكلامهم. ولما بتدخل على الفصل بتاعها بتاع قسم الحفريات اللي احنا عارفينه بتقابل جون وبيقول لها ان هو واثق فيها جدا، فبتفرح إيما من كلامه لانه الوحيد اللي واقف في صفها في المدرسة دي كلها. وبالليل بتروح تحضر تدريب علشان المسابقة، وبيكون في مدربة بتعلمهم ازاي يمشوا بالكعب العالي، وبتاخدهم عند حمام السباحة وبتطلب من إيما انها تطبق الكلام اللي هي فهمته من المحاضرة. ولما بتلبس الكعب العالي بتتشقلب وبتقع في قلب المية، وطبعا كانت هتغرق، ولكن في الوقت ده بتتخيل ان المذيع اللي هي بتحبه بينقذها من تحت المية. ولكن لما بتخرج بتلاقي فجأة ان جون هو اللي انقذها من الموت، وهو اللي كان بيعمل لها التنفس الصناعي. وبتتحرج إيما جدا منه وبتسيبه وبتمشي، وبعدها بتفتكر كلامه وترياق زمايلها عليها، فبتحس بإحباط شديد لأول مرة. وبالليل بتروح وبتقعد على سطح المدرسة وبتفضل تشرب وهي زعلانة. وساعتها بيروح لها جون وبيروح وبيتكلم معاها علشان يخفف عنها، ولكن جون لسبب ما بيترعب من المرتفعات، ولكن إيما بتشجعه ان هو يقعد جنبها، وبيفضلوا قاعدين وبيتفرجوا على النجوم مع بعض وبيضحكوا وبيهزروا. وبنيجي تاني يوم الأستاذ بيبدأ يجمع كل الطلبة بتوعه، وبيدي لجون كتاب قديم وبيقوله ان في خريطة للكنز، وبيطلب منه انه يدور عليه. وبتيجي إيما وبتقرر انها تروح معاهم، وفعلا بيستعدوا بيلبسوا المعدات وبيركبوا العربية وبيبدأوا رحلتهم مع بعض. وبيفضلوا ماشيين في الصحراء، ولكن في طريقهم بيقابلوا راجل عجوز راكب جمل ومركب معاه بنته بيبقى واضح انها جميلة جدا. وبيطلب منهم الراجل العجوز ان البنت تركب معاهم ويوصلوها. وطبعا الشباب بتوع القسم محرومين يعني من البنات اساسا، ومعتبرين ان بطلتنا واحد صاحبهم، فبيوافقوا على طول. وبالليل بيفضلوا يولعوا نار وبيفضلوا يرقصوا ويحتفلوا مع بعض. حابب ان يوجب معاهم فبيديلهم مشروب. وطبعا بنفهم هنا ان الراجل العجوز والبنت الجميلة اللي كانت معاه نصابين ونصبوا عليهم وخدوا وسرقوهم. ادي اخرة قلة الادب. وتاني يوم بيصحوا بيلاقوا العربية وكل حاجة اختفت، فبيضطروا انهم يكملوا باقي طريقهم مشي، ولكنهم بيتعبوا جدا من الحر وقلة وجود المية. وبيفتحوا الخريطة وبيفضلوا ماشيين ومكملين طريقهم لحد ما بيلاقوا نفسهم في مدينة مهجورة وسط الصحراء. واول ما بيدخلوا المدينة دي بيفضلوا يدوروا على اي حاجة تفيدهم، لحد ما إيما بتشوف ارنب وبتقترح عليهم انهم يصطادوه وياكلوه، وفعلا بينجحوا انهم يصطادوه. ولكن المشاعر البنوتة ظهرت على بطلتنا وقررت انها تحب الارنب وما تفرطش فيه. وفجأة بيشوفوا نقوش غريبة وبيتفتح فجأة باب سري، ولما بيدخلوه هم خايفين بيلاقوا نفسهم جوه كهف كبير جدا وبيفضلوا يدوروا فيه على اي حاجة تفيدهم. وبتدخل إيما وجون في أوضة صغيرة في قلب الكهف ده، وفجأة الباب بيتقفل عليهم وبيحاولوا صحابهم انهم يخرجوهم من المكان وبيبقوا مرعوبين، وبيفضلوا يتكوا على زراير مختلفة على امل ان الباب يتفتح، ولكن بيكون فيه فخ وكانت هتقتلهم وهم جوه. فبيقفلوا الزرار تاني ولكن بيضغطوا على واحد تاني فبيفتح باب من الناحية التانية، وساعتها بيخرج جون وإيما منه بسرعة. ولكن لما بيدخلوا بيلاقوا نفسهم في أوضة واسعة تانية، وبيكون موجود في الأوضة دي هيكل عظمي لإنسان. ولكن الصدمة مش هنا، الصدمة انهم بيلاقوا الكنز اللي هما بيدوروا عليه، فبيفرحوا جدا انهم لقوه وبياخدوه. ولكن اول ما بياخدوه بينهار المكان، ولكن لحسن الحظ انهم بينجحوا انهم يخرجوا من المكان ده وهم عايشين على اخر لحظة. ولكن الفرحة ما بتكملش، وده لان في ناس غريبة بتظهر وبتضربهم كلهم على دماغهم لحد ما بيغمى عليهم. ولما بيفوقوا بيلاقوا نفسهم مخطوفين من ناس غريبة وبيتضح انهم شبه الهنود الحمر. ومش بس كده، وبيكونوا اكلين للحوم البشر وعايزين ياكلوهم. وطبعا الناس الغريبة بيفضلوا يرقصوا ويعملوا طقوس غريبة بتاعتهم. ولما بتيجي زعيمة القبيلة بتعجب بجون جدا وبتقرر انها تحتفظ بجون لنفسها، ولكن بيضحوا بإيما عادي جدا وبياخدوها بيخلوها تختار سلاح، وهي يا عيني بتختار بحسن نية فبتختار آلة حادة كبيرة جدا. وفجأة بتتفاجئ ان بيدخل عليها شخص والمفروض ان هما الاتنين هيتنافسوا، فبياخد منها الآلة اللي اختارتها وبيديها عصاية. وفي نفس الوقت جون في مكان وحواليه ستات القبيلة، والزعيمة بتفكر هتاكله لوحدها ازاي، ولكن الستات بيكونوا أغبياء جدا لان جون بيقدر انه يفك نفسه عادي وبيربطهم كلهم وبيعلمهم الأدب. وفي الوقت ده بيطلع بسرعة علشان
يلحق بطلتنا. وبطلتنا في الوقت ده اصلا بتفضل تضرب في الخصم بتاعها، ولكن لا حياة لمن تنادي ولا بيتهز منه شعرة، وهي اللي بتتعب يعني من كتر ضربها فيه. فبيستعد بقى خصمها علشان يضربها الخبطة القاضية، ولكن في الوقت ده بيوصل بطلنا الوسيم وبيبدأ يضرب كل الحراس، وبيقدر ان هو يرمي صخرة على الخصم بتاع بطلتنا وبيخليه يفقد الوعي، وبيحاول يطلعها من المكان، ولكن بيظهر عدد كبير من افراد القبيلة وبيحاصروهم من كل مكان وبيقبضوا عليهم وبيربطوهم مع بعض. وبيسألوا جون ليه رجع للقبيلة وهو كان قادر انه يهرب، فبيرد عليهم جون وبيعرفهم ان هو ما يقدرش يسيب إما لوحدها. فبتتضايق الزعيمة طبعا وبتبدأ تضرب في بطلتنا، وبتؤمر رجالة القبيلة انهم ياخدوهم ويبدأوا يربطوهم في عواميد علشان يطبخوهم تاني يوم وياكلوهم. وفي اخر اليوم بيحصل محادثة ما بين بطلتنا وبطلنا، وبتسأله إما وبتقوله عن سبب رفضه للبنت الغنية بالرغم ان هي جميلة جدا واي شاب بيتمناها، ده غير انها غنية كمان ولايقة عليه. فبيعرفها جون ان هي فعلا جميلة وغنية ولكن مش النوع ولا الشخصية اللي هو بيحبها، وبيعرفها ان هو بيحب البنت الشجاعة اللي ما بتخافش من المخاطر. وبتفرح إيما جدا لان المواصفات دي بتبقى فيها هي. وبيبدأ واحد من القبيلة يقرب من إيما ومعاه سكينة، ولكن جون كالعادة بيقدر ان هو يفك نفسه وبيقدر ان هو يفك إيما طبعا. وطبعا بيبدأ يهددهم لو حد يقرب منهم هيخلص على الزعيمة بتاعتهم. فبياخد إيما مع الزعيمة وبيهربوا من المكان، وفي الاخر بيسيبوها بيخلعوا هما، وطبعا بيجروا وراهم القبيلة كلها. ولكن بيكون صحاب جون وصلوا بالعربية وبيركبوا معاهم وبيهربوا بسرعة من المكان الملعون ده. وبعد فترة بيرجعوا تاني للمدرسة وبيدوا الكنز اللي لقوه للأستاذ بتاعهم، واللي بتكون عبارة عن حفرية من الحفريات النادرة، وبيفرح بيها جدا وبيشكرهم. وبعدها علاقة جون وبطلتنا بتتطور جدا لدرجة ان هو بيوصلها بالعجلة قدام كل البنات، وطبعا كل البنات بتبقى مش مصدقة اللي بيحصل وبيتمنوا يكونوا مكان بطلتنا. وبيبدأ جون يوديها على احسن خبير ازياء وتجميل، وبيبدأ يغير فيها ويقلعها النضارة ويلبسها عدسات. واول ما بتخلص بينبهر جون من شكلها اللي بقى جميل. وتاني يوم بيبدأ المرحلة التانية من المسابقة، وبتبدأ كل بنت تطلع على المسرح وبتأدي الموهبة بتاعتها. وبيجي الدور على بطلتنا اللي لما بتخرج بيتفاجئوا وبيتصدموا من جمالها وبسبب ثقتها في نفسها لما بقت جميلة. وطبعا المذيع اللي بطلتنا بتحلم بيه انها تتكلم معاه بيكون موجود في الحفلة، وبيحب طريقتها العفوية جدا وشخصيتها المضحكة، ده غير جمالها طبعا. وبعد الحفلة بيروح علشان يسلم عليها، وطبعا بطلتنا بتبقى مش مصدقة نفسها ومش مصدقة ان حلمها اتحقق، وشافت المذيع اللي هي بتحلم تشوفه من زمان وبتطلب توقيعه. وفي الوقت ده بيكون جون جايب لها ورد علشان يروح ويحتفل معاها بالنجاح بتاعها، ولكن بيشوفها واقفة مع المذيع وبيفتكر ان ما بينهم حاجة وبيتضايق جدا. وفي نفس الوقت بتيجي البنت الغنية وبتقرب من جون عن قصد وبتطلب منه انها تاخده معاه. وطبعا في الوقت ده بطلتنا بتشوفهم وبتفتكر هي كمان ان هم ارتبطوا، ولكن اللي بيحصل ان جون ساب البنت الغنية وعرفها ان هو مش بيحبها ولكن هو معجب بإيما. وطبعا البنت الغنية بتتعصب جدا وبتفضل تستهزأ بشكل بطلتنا وبتقوله انها وحشة وغبية كمان، وبتسأله بيحب فيها ايه وايه اللي فيها هو مش فيها بالرغم ان هي جميلة وغنية وذكية. ولكن بيرد على جون وبيقول لها ان الشكل عمره ما فرق معاه وان الشخصية اهم بكتير، وانه كفاية ان بطلتنا قلبها بس لوحده ابيض مش سودا من جواها شبهها. وبيسيبها وبيمشي وبتفضل البنت الغنية تعيط. وفي نفس الوقت ده بتكون بطلتنا بيجيلها خبر ان والدها عمل حادثة، فبتجري عليه وبيكون في غيبوبة وحالته خطيرة جدا. وبتفضل بطلتنا طول الليل تتكلم معاه وبتعرفه انها بتحبه جدا وبتطلب منه انه ما يسيبهاش وبتتمنى انه يفضل معاها للابد. وفي الوقت ده بيحس والدها بيها وبيعيط وهو في الغيبوبة وبيطبطب عليها. وبعدها بتيجي الجولة الاخيرة من المسابقة وبتبدأ البنت الغنية تغني وبترقص وكل الناس بيعجبوا بأدائها وبيفضلوا يتفاعلوا معاها كتير جدا. وفي نفس الوقت إيما بتكون بتجهز نفسها وبتحط مكياج لنفسها، ولكن فجأة قررت انها ترجع شكلها القديم وشخصيتها القديمة وبتطلع على المسرح وبيبدأ الجمهور يتريق عليها وعلى شكلها. وفجأة بتتكلم إيما وبتعرفهم انها عارفة انها مش جميلة وبتبدأ تشكر
بتوفر كل واحد سعادة انها توصل للمرحلة اللي هي وصلت ليها، وبتعرفهم ان الجمال مش كل حاجة وانها مبسوطة بنفسها على كل حال. وبسبب كلامها بيتأثر الجمهور جدا، وفجأة بيظهر جون وبيعزف على الآلة بتاعته وبيبدأ يشجع إيما انها تغني. وفي الوقت ده بتفتكر ذكرياتها مع جون وكل حاجة مرت بيها معاه، وبيكون صوتها جميل جدا والكل بيعجب بيها، والكل كمان بيتأثر بكلمات الأغنية المؤثرة وبتكون جميلة جدا. وبتروح عند جون وبيعترفوا الاتنين بحبهم لبعض، والكل بيعرف انهم مرتبطين خلاص. وتاني يوم في المدرسة بتتفاجئ لما بتجيلها مكالمة وبتعرف ان هي اللي كسبت في المسابقة، وبتروح علشان تستلم الجايزة من المذيع، وبتكون فاكرة انها بتحلم ومش مصدقة انها كسبت في مسابقة ملكة الجمال، مع ان البنت الغنية اجمل منها بكتير. فخلاصة الحكاية ان اهم حاجة مش الجمال انما الثقة في النفس، وطول ما انت واثقة في نفسك ساعتها كل اللي حواليك هيشوفوكي ملكة الجمال. وبتنتهي الحكاية بتاعتنا على كده. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان توصل لكم كل الحكايات اللي جاية. كانت معاكم روما من قناة افلام روما. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب لقناتنا التانية، طبعا هحط لكم اللينك بتاعها في الديسكريبشن تحت. سلام.